بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعى الوسط الثقافي والفني في العراق الفنان جواد محسن الذي توفي أثر سكتة قلبية، تاركا خلفه مسيرة طويلة في عالم الغناء رغم عدم شهرته خارج بلاده. وفارق محسن الحياة بشكل مفاجئ، ما شكل صدمة لعائلته وجمهوره الذي يتابعه في مواقع التواصل الاجتماعي. ولد الفنان الراحل في خمسينيات القرن الماضي، وهو واحد من جيل غنائي بارز يضم كاظم الساهر ومحمود أنور وفنانين عراقيين بارزين. لكن الراحل اختار نمطا غنائيا مغايرا للنمط الحداثي في ذلك الوقت، والتزم بغناء القصائد لكبار الشعراء مثل مظفر النواب ومحمود درويش، كما أعاد تقديم أغاني قديمة بأسلوب جديد أجرى فيه بعض التحديثات مثل أغاني الفنان الراحل ياس خضر. وتعد أغاني قطار العمر وغلطنا من أغانيه المعروفة بين جمهوره، بجانب تقديمه لأغاني عربية معروفة بينها من غير ليه للموسيقار محمد عبد الوهاب. ويحمل الفنان الراحل دبلوم الموسيقى من معهد الدراسات النغمية، وبكالوريوس من كلية الفنون الجميلة من جامعة بغداد، وشهادة دكتوراه عن الموسيقى التصويرية في المسرح العراقي. وقدم الراحل من خلال مسيرته أغاني دينية ووطنية وعاطفية ورياضية عبر فرقة الإنشاد العراقية منذ نهاية السبعينات، وظل نشطا في الوسط الفني والغناء حتى آخر أيامه. وعزى الفنان الراحل في مقابلات تلفزيونية كثيرة اقتصار شهرته على الداخل العراقي إلى بقائه في العراق وعدم السفر للخارج. كما فشلت إحدى محاولات السفر في ثمانينيات القرن الماضي، عندما أعد مجموعة أغاني بهدف تقديمها للملحن المصري الراحل بليغ حمدي في بيروت، لكنه لم يلتقي به ولم يستطع الوصول إليه في مصر يومها. وبجانب تجربته الغنائية الطويلة أصدر ديوان شعر وكتب في الصحافة العراقية، وعمل مع الإذاعة منذ عقود. شكرا.